اغتيال 3 من رجال دين من الطائفة العلوية، بينهم رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة الشيخ جابر محمود عيسى. السلام عليكم متابعين الكرام. مقتل رئيس لجان المصالحات السورية، ازاي اتقتل وهل هو حادث ام اغتيال؟ اختلفت المصادر عن حول سبب مقتله، منهم من قال أنه اغتيل ومنهم من قال أنه توفي في حادث جسيم. تم الإعلان عن مقتل الشيخ جابر محمود عيسى، ما كان يعرف بالمصالحات الشعبية في سوريا. وقال المصدر أن الحادثة تعرض لاغتيال لعملية اغتيال برصاص أدت إلى مقتله ومقتل 2 ممن كانوا برفقته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشارت بعض المصادر أن الشيخ توفي في حادث جسيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى الآن لم يتم التأكيد على خبر الوفاة، هل توفي بسبب اغتيال أم توفي بسبب حادث جسيم. الشيخ يبلغ من العمر 68 عام، وتوفى معه الشيخ هيثم عبد الكريم يبلغ من العمر 48 عام، والشخص الآخر يبلغ 23 عام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يرزق ذويهم الصبر والسلوان. سيشيع جثمانه من منزله ظهر مطر الساعة 5 عصرا إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة. دمتم بأمان الله والسلام عليكم.